قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على وافد من الجنس. القبض على مواطن يحمل الجنسية السورية في الرياض بعد تهديد مواطن آخر عبر بث مباشر على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم في قناتكم منوعات آدم. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في حادثة صارت في الرياض، تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض على شخص وافد يحمل الجنسية السورية بسبب تهديده لشخص آخر خلال بث مباشر على إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي. نعم، الأمور وصلت لتهديدات مباشرة. الشرطة ما قصرت، قبضوا عليه بسرعة وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. الحين هو في يد النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وعمل اللازم لضمان السلم المجتمعي والمحافظة على سلامة الجميع. هذه الحادثة تذكرنا بأهمية الانتباه لما نقول ونفعله عبر الإنترنت وعبر السوشيال ميديا. ما هي أماكن للمشاكل والتهديدات، واللي يطلع على القانون أكيد الكل راح يتحاسب. شاركونا برأيكم في التعليقات، وايش تتوقعون يصير بعد. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.